حماد. يا نور، مشغول في الفيلم ليه كده؟ فيلم حلو وعاجبني. عاجبك؟ بقول لك ايه، مش مرات اخويا هتعمل عمليه صحيح؟ مرات اخوكي؟ اه. لا اله الا الله، عمليه ايه يا بنت مالها؟ حماده مش تنطرب جو كده، هتعمل عمليه تجميل. عمليه تجميل؟ الله يكون انت عليك وتجاري. اخوك عايز يعمل لمراته عمليه تجميل؟ هيطول مناخيرها ولا هيطول رجليها؟ حول الله وكيل يا نوره، ما حد عايز عمليه تجميل غير اخوكي. ضارب مناخير استيراد، ده انا باجي اسلم عليه بمد مناخيره. الله يحفظك يا حماده. كل واحد حر في بيته. ايوه احنا مالنا تعمل عمليه ولا ما تعملش، بس بقول لك ايه، اخويا كلمني كده يا حماده وكان قصدك كده في قرشين سلف. اشمعنى؟ عشان العمليه ومصاريفها يا حماده. عشان العمليه ومصاريفها؟ الدكتور اللي كاتب لها العمليه كاتب لها ان هي تنعمل بفلوس سلف. طب هو مش معاه هيعمل ليه يا نور؟ طب انا ارد عليه اقول له ايه يا حماده؟ يا ست بقول لك ايه، صلي على النبي، طالما الخير موجود مش في مشكله، بس انا بعمل ده كله عشان خاطرك انت. عارفه والله. اديله يابا، مش في مشكله. اديله صحيح؟ يابا. ربنا يجعلك سند ليا ويخليك ليا يا حماده يا رب. طب بقول لك ايه؟ هقوم بقى اكلمه في التليفون واطمنه ان احنا هنسلف. وانا هقوم معاكي كده، هوصل اخويا علي اهو، بقول لك سهمه مراته كانت تعبانه شويه، هطمن عليها. ماشي يابا. يلا. تعالى يا حماد اخويا. ايه يا علي؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله العظيم. سيبك مني، طمنا على سياه. والله كويس يا حماده، الحمد لله. خير يعني؟ الحمد لله. بس انت وشك متغير، في حاجه صارحني في ايه؟ بصراحه حماده انا كنت مفكر الموضوع بسيط، بس الموضوع طلع كبير خير؟ لما كشفنا عليها طلع في مشاكل في الرحم ولازم تستأصل الرحم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا عم خير، ده عمليه سهله وبتتعمل على طول يعني. ان شاء الله باذن الله مش في مشكله، ما تشيلش هم. ان شاء الله خير. هي المشكله بس يا حماده ان هي جايه في ظروف صعبه شويه ومفيش فلوس. يا لهوي ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه، خيرك عليا، ده انا لحم اكتفي من خيرك. اخوك يابا موجود، ما تشيلش هم. خير ربنا موجود وكله من خيرك حبيبي اخويا. اوعى تشيل هم، المهم ان هي تقوم بالسلامه ان شاء الله. ده غاليه عندي، ده هي اللي مربياني. بقول لك ايه يا حبيبي، انا هطلع فوق بس اغير هدومي عشان طلع مشوار كده، بس قبل ما امشي هعدي عليك حبيبي يا حبيبي. وما تشيلش هم، سلمها لله يا اخويا. وده العشم يا اخويا. يلا يابا سلام. روح يا ابني، ربنا يبارك لك في مراتك وعيالك يا حبيبي. تعالى يا حبيبي، ربنا ما يحرمني من دخلتك عليا يا سندي في الدنيا. بقول لك ايه بقى يا حبيبي، اعمل لك لحمه ولا اعمل لك فراخ؟ اي حاجه من ايدك زي العسل يا نور. اي حاجه ايه بس يا حماده؟ انت تطلب وتتمنى اللي انت نفسك فيه، ولو عاوز عينيا اديها لك. اي حاجه. بقول لك ايه صحيح، هو إيه؟ انت كلمت اخوك عشان ياخد الفلوس؟ نبي يا اخويا لسه كلمته وتليفونه غير متاح. طيب الحمد لله. بيني وبينك انا بصي انا احتمال ما اكلش اصلا، نفسي مسدوده، وبصي فيا اللي مكفي. ليه يا حماده خير في ايه؟ نزلت عشان اطمن على سهام مرات اخويا، قعدت مع علي، احنا كنا مفكرين الموضوع هين يا نوره، دي عندها تعب على الرحم ولازم استئصال، هتشيل الرحم. يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. ده سهام حبيبتي يا اخويا، يا لهوي. وغالي عندي والله العظيم، ده اللي مربياني. ربنا يشفيها يا رب. وشفت سبحان الله، المشكله ان اخويا مش معاه فلوس، وانا قلت له بص الكتف ده زاد وده ميه، لازم اقف جنبه داخله علي. الحمد لله ان انت ما كلمتيش اخوكي، كان هيبقى فيها احراج. هاتي بس والنبي الفلوس عشان انا، او كلمه، او ما تعمليش حسابك تكلم اخوك عشان انا هاخد الفلوس اديها لعلي. نعم يا اخويا، نعم. فلوس ايه دي اللي تديها لاخوك ان شاء الله؟ هو كان كلام عيال ولا ايه يا حماد؟ كان كلام ايه؟ كان كلام عيال؟ يعني ايه كلام عيال؟ ايوه باني اظهري على حقيقتك. الغل ده كله شايلاه جواكي. ايوه يا اخويا، شايله السواد ده كله جواكي. بقول لك كده، فلوسي من حر مالي، المال مالي، ومن حكم في باله ما ظلم. يا بنت الناس، القرشين اللي هنا انا هاخدهم هديهم لاخويا عشان مراته تعبان. لا يا اخويا يعني عاونه، وبعدين انت ارتبطت من لسانك وقلت لي هديك الفلوس. صعبان عليكي؟ عايزه تكوني وتد وسند، عايزه تبقي ست وتزحل تفك زنقه اخوكي، وانا ابقى راجل وشايف اخويا مزنوق ومراته تعبانه وما جافش جنبه، ترضيها؟ ينفع انت ست وتفك الزنقه وانا راجل واقف خيال مجاته؟ انهى اول تاخدي الفلوس تديها لمرات اخوك تعمل عمليه تجميل، تعمل عمليه توريد خدود، ولا مرات اخويا اللي تعبانه هتشيل الرحم حسي؟ يا شيخه بالله عليك خلي عندك دم. قسما بالله لو كل واحد فينا يحط نفسه مكان التاني ما هنشوف سواد تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.